السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة تانية ثانوي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة أولى ثانوي دفعة 2027. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع أول فيديوهات شرح الخاصة بالمنهج الجديد. هنبدأ النهارده نتكلم عن المنهج بتاعنا كده ونقول الخطة اللي احنا هنمشي عليها طوال الترم الدراسي الأول. طيب أنت عارف إن الترم الأول فيه 6 وحدات. كل وحدة هنعتمد على التقسيمه بتاعت كتاب المعاصر اللي احنا هنشتغل منه ككتاب اساسي، فهتلاقي كل وحده في المعاصر متقسمه كالتالي. مبدئيا كده الكتاب بيبدا بالدرس الاول والثاني، بنتعرض للنصوص الموجوده فيهم. يعني في الفيديو الاولاني كده هنقرا النصوص الخاصه بالدرس الاول والثاني، هنحللها مع بعض كويس، هنطلع اهم المعلومات والتريكات اللي فيها، وبعد كده هنروح نقرا الكلمات الخاصه بالدرس الاول والثاني. اما الدرس الثالث فده بيكون فيه نص في بدايته برضه، هنقراه ونحلله كويس ونطلع المعلومات اللي فيه، وبعد كده هيكون شرح الجرامر. يبقى احنا كده معانا فيديوهين. في الفيديو الاولاني هنقرا النصوص ونحللها ونطلع الكلمات. الفيديو الثاني هيكون فيديو شرح الجرامر. اما الفيديو الثالث فده هيكون خاص بالدرس الرابع والخامس، اللي هو برضه فيه مجموعه نصوص هنقراها نحللها نطلع التريكات اللي فيها. اما الفيديو الرابع والاخير فده بيكون متعلق بجزئيه المهارات، اللي هي الجزئيه اللي تعتبر جديده بالنسبه لك السنه دي، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو الخاص بيها. يبقى احنا كده معانا 4 فيديوهات شرح في كل وحده. الفيديو الاول اللي هو قراءه نصوص الدرس الاول والثاني وتحليلها وقراءه الكلمات. الفيديو الثاني شرح الجرامر. الفيديو الثالث قراءه النصوص الخاصه بالدرس الرابع والخامس وتحليلها والكلمات اللي فيها. والفيديو الرابع اللي هو الخاص بالمهارات. ده طبعا فيديوهات الشرح. مع فيديوهات الشرح هتنزل لك الفيديوهات الخاصه بالحل. ودايما زي ما احنا متعودين على القناه هنا هنحل كتاب جيم وكتاب المعاصر، هنحل الكتابين الاثنين، هنحل التمارين الموجوده في كتاب المعاصر الخاصه بكل الشرح اللي احنا قلنا عليه ده، وكمان هنحل نفس التمارين الموجوده في كتاب جيم. طيب سمي الله بقى كوبايه الشاي الجميله بتاعتك وتعالى نبدا على طول مع الدرس الاول والثاني من الوحده الاولى. طبعا الكلمات ابتداء من اولى ثانوي هتلاقيها صعبه شويه او شويتين، فعشان نتغلب على موضوع صعوبه الكلمات دي المفروض ان انت اول ما تبدا ما تبداش بحاجه اسمها حفظ الكلمات كده. طب امال اتعامل مع الموضوع ازاي يا مستر؟ خد الامور ببساطه خالص. الكلمات دي المفروض ان هي اصلا موجوده في نص، يعني في نص في كتاب المدرسه. الوحده دي لو انت خدت بالك هي موجوده في كتاب المدرسه من صفحه 11 لصفحه 23. لو انت فتحت كتاب المدرسه مش هتلاقي قائمه الكلمات دي، امال هلاقي ايه في كتاب المدرسه؟ هتلاقي النصوص الخاصه بالدروس. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنبدا نقرا الكلمات ونحطها في النص بتاعها كده او في السياق اللي هي جايه فيه، وبعدين نبدا نحللها مع بعض ونطلع اهم الملاحظات بالتفصيل، بحيث ان احنا لما نيجي نرجع تاني لقائمه الكلمات تبقى الامور بسيطه بامر الله. طيب تعالى نبدا بالنص الاولاني اللي هو موجود في كتاب المدرسه. بيقول لي النص ده او النص ده on lesson 1 يعني على الدرس الاول الموجود في الكتاب المدرسي اللي هو الستودنتس بوك في بيج 12، يعني موجود في صفحه 12. طيب بيقول لي Egypt is a land with a heart، يعني مصر دي عباره عن لاند، يعني عباره عن قطعه ارض. احنا عارفين ان اللاند دي معناها ارض او يابسه. with a heart يعني لها قلب. that has been beating ده زمن اسمه المضارع التام المستمر. طيب خلينا في الاصل بتاعنا. بيقول لي ان مصر هي ارض with a heart يعني لها قلب that has been beating اللي هو بينبض for thousands of years لالاف السنين. يبقى انا طلعت من الجمله دي بكلمه بيت بمعنى يدق او ينبض مع القلب، وعندي كلمه هارت بمعنى قلب، وعندي كلمه لاند بمعنى ارض او يابسه. وبالتالي لما اروح ابص عليهم في قائمه الكلمات هلاقي الموضوع سهل بالنسبه لي شويه. يبقى قلنا Egypt is a land with a heart that has been beating، يعني مصر هي ارض لها قلب بيدق منذ الاف السنين. We are proud of او we are proud to. احنا متعودين في اعدادي ان الفيرب او التعبير اللي هو be proud معناها فخور بيجي وراه of ونون او بيجي وراه to plus infinitive، ودي من الملاحظات المهمه جدا. طب انا عندي هنا proud جاي وراها to، تلاقي على طول بعدها الفعل في المصدر. يبقى we are proud to call it our home، احنا فخورين بان هي وطننا، او فخورين بان احنا بنطلق عليها our home يعني وطننا.
يبقى كلمه هوم هنا مش جايه بمعنى المنزل. ولو انت اخدت بالك هنا هتلاقي كده في الكلام في النصوص كاتب لك رقم الكلمه الجديده اللي هي المفرد المهم اللي المفروض ان انت تتعرف عليه، وكاتب لك الترجمه بتاعته هنا. يعني احنا فخورين ان احنا بنطلق عليها وطننا اتس ا بليس، يعني هي مكان، يعني ممكن اقول عليها لاند وممكن اقول عليها بليس. where the past and the present meet in harmony. where يعني حيث، يعني مكان حيث. the past and the present الماضي والحاضر. يبقى انا كده طلع لي كلمه land بمعنى ارض او يابسه، حتى لو الكلمه دي مش موجوده في المفردات الرئيسيه فالمفروض ان انا اكون عارفها. وعندي heart يعني قلب، وعندي beat يعني يدق، has been beating يعني بيدق thousands of years لآلاف السنين. we are proud يعني احنا فخورين to call it ان احنا نطلق عليها. call يعني يسمي او ينادي، يسمي او ينادي او يطلق مسمى على شخص، ان احنا نطلق عليها وطننا. it's a place يعني مكان حيث الماضي والحاضر meet يعني يتقابلان او يلتقيان. in harmony يعني بانسجام. يبقى من المفردات المهمة اللي احنا هنعرفها كمان في النص ده كلمة harmony يعني انسجام. يبقى مصر هي أرض land لها قلب with a heart has been beating، يبقى beat بمعنى يدق for thousands of years لآلاف السنين. we are proud to plus infinitive يعني احنا فخورين بأن نفعل كذا، يبقى proud to plus الفعل في المصدر call it يعني نطلق عليها our home يعني وطننا. it's a place يعني لها مكان، where يعني حيث الماضي والحاضر meet in harmony. خدها كتعبير كده meet in harmony يعني يلتقي بانسجام. Egypt has always played يعني مصر طول عمرها بتلعب. play يعني يلعب، بس خلي بالك بقى من التعبير play an important role كتعبير مهم، يعني تلعب دور مهم. انا عندي play يعني تلعب. طب انت ليه ترجمتها تلعب مع انها موجوده played؟ هقول لك عشان ده مضارع تام. فمصر طول عمرها بتلعب دور هام in the world في العالم. our ancestor يعني جد او سلف. يعني ايه الجد او السلف؟ يعني اللي هو جدك اقدم واحد، اللي هو مش الجد المباشر، لا اجدادنا واسلافنا من القدم. يبقى عندي ancestor يعني اسلاف، ancestor يعني اسلاف. our ancestors اسلافنا built one of the greatest civilizations يعني بنوا واحده من اعظم الحضارات. يبقى انا عندي كلمه civilization يعني حضاره، وفي البريتش اكسنت هتلاقي النطق بتاعها civilization. طيب خلينا نقول بقى في الامريكان بتبقى civilization يعني حضاره. يبقى اسلافنا بنوا واحده من اعظم الحضارات in history في التاريخ. they gave the world knowledge هم اللي قدموا المعرفه للعالم. خلي بالك من المتلازمه دي gave knowledge يعني يقدم المعرفه. يبقى give knowledge يعني ايه؟ يقدم المعرفه. هم اللي قدموا المعرفه للعالم كله في مجالات writing الكتابه، mathematics الرياضيات، and medicine وفي مجال الطب او الدواء. بعد كده من المفردات المهمه يبقى انا طلعت كده بمفرد civilization، وطلعت بمفرد ancestor، وطلعت بمفرد medicine يعني طب او دواء، وطلعت بمفرد تاني اسمه hieroglyphs اللي هي الرموز الهيروغليفيه. الرموز الهيروغليفيه بيقول لي الرموز الهيروغليفيه carved المنحوته. carve ده فعل بمعنى ينحت، هنا مستخدمينها كصفه بمعنى المنحوته into temple walls على جدران المعابد. الرموز الهيروغليفيه المنحوته على جدران المعابد were not just لم تكن مجرد، يعني ما كانتش مجرد beautiful art، ما كانتش مجرد فن جميل وخلاص مش حد قاعد يرسم، ولكن الرموز او الرموز الهيروغليفيه دي they were a way to record يعني كانت طريقه لكي record يعني يسجل، كانت طريقه لتسجيل التاريخ. The Library of Alexandria مكتبه الاسكندريه once gathered يعني ذات مره، وتلاقي معاها زمن ماضي بسيط وده الجرامر الخاص بيونت 1. يعني مكتبه الاسكندريه دي ذات مره gathered يعني جمعت، gathered يعني جمعت. يبقى انا عندي فعل اسمه gather بمعنى يجمع. النولج يعني المعرفه
من كل انحاء العالم، التعبير اللي احنا متعودين عليه من اعدادي from all over the world يعني من كل انحاء العالم. making Egypt يعني جاعلة مصر، يعني جمع المعرفة ده أو مكتبة الإسكندرية اللي هي في مرة من المرات أو ذات مرة كانت بتجمع المعرفة من كل أنحاء العالم، فده جعل مصر center of learning يعني مركز للتعليم أو مركز للتعلم. Egypt was also a crossroads يعني مصر كانت أيضا crossroads بمعنى مفترق طرق، ولو أخدت بالك الكلمة دي رقم 16 هتلاقي مترجمها مفترق طرق مش مفترقات الطرق. يعني كلمة crossroads يعني دي كلمة مفردة على الرغم من وجود حرف الاس في نهايتها، وكمان هتلاقي قبلها أداة النكرة اللي هي يعني مصر كانت أيضا مفترق طرق for trade للتجارة. يعني مصر طول عمرنا بناخد في الدراسات كده الدراسات الاجتماعيه ان مصر مفترق الطرق التجاريه، فمصر طول عمرها كانت مفترق الطرق للتجاره. يعني الكروس رودز هنا مفترق الطرق بمعنى النقطه اللي بتلتقي عندها الطرق المتفرقه اللي جايه من اماكن متفرقه. merchants او النقطه، وممكن نقول مفترق الطرق النقطه اللي بتتفرق من عندها الطرق يعني تخرج منها البضائع تتجه لكل انحاء العالم. merchants بمعنى التجار traveled along the Nile يعني كانوا بيسافروا along هنا بمعنى بطول نهر النيل across عبر الصحاري يعني بيسافروا بامتداد نهر النيل عبر الصحراء. carrying goods حاملين البضائع goods يعني بضائع، وهي كلمة من الكلمات اللي دائما جامعة وهتلاقينا كنا اتكلمنا عنها في الكورس التأسيسي. يبقى عندي كلمة كروس رودز يعني مفترق طرق، وعندي كلمة تريد يعني التجارة، وعندي كلمة ميرشنتس اللي هم التجار. طيب التجار بقى عملوا ايه؟ التجار كانوا بيسافروا عبر نهر النيل بطول نهر النيل عبر الصحراء يعني بيعبروا الصحاري carrying goods حاملين البضائع زي الجولد اللي هو الذهب، والسبايسز اللي هي التوابل، والبابايروس يعني ورق البردي and grain والحبوب، دي الحاجات اللي كان بيتاجر فيها التجار. يبقى طلعت ب سبايسز يعني التوابل بابايروس يعني ورق البردي، وجرين يعني الحبوب. our land يعني الارض بتاعتنا دي كانت a bridge يعني كوبري هنا مش بالمعنى الحرفي، يعني يقصد ان مصر كانت كوبري يعني نقطة تجمع يعني، أو نقطة بيستخدمها التجار للعبور لمكان آخر، فهي كانت الكوبري اللي الناس بتتقابل عليه عشان تعمل الاكستشينج اللي هو التبادل. يبقى اكستشينج مصر كانت كوبري الناس بتتقابل عليه and exchanged وتبادلوا الايدياز الافكار making Egypt، وده خلى مصر a source of inspiration يعني مصدر للالهام. يبقى source يعني مصدر، inspiration يعني الهام، يبقى عندي source of inspiration يعني مصدر للالهام for many civilizations للعديد من الحضارات. today يعني في عصرنا الحالي في وقتنا الحالي، شوف بقى الماضي هيلتقي مع الحاضر ازاي. فيقول لي today في عصرنا الحالي Egypt continues to grow مصر مستمرة في النمو. our cities المدن بتاعتنا rise يعني ايه rise؟ يعني تظهر او تنشأ، او مع الاشخاص يبقى معناها يستيقظ، او مع الشمس يبقى معناها تشرق. فالمدن بتاعتنا rise يعني ترتفع ويعلو شأنها with modern buildings يعني المدن موجودة أصلا بس ظهورها وارتفاعها ده ناتج عن المودرن buildings المباني الحديثة، while بينما مع نفس التوقيت يعني في historical monuments أو monuments بالأمريكان accent، في historical monuments يعني آثار تاريخية ما زالت still stand with pride. التعبير ده مهم جدا. still stand with pride ما زالت واقفة بشموخ. يعني مدينة زي الجيزة مثلا تلاقي المباني عمالة تكبر وتعلى، دي مباني حديثة، وفي وسط المباني بتلاقي المباني التاريخية ما زالت still stand ما زالت واقفة with pride بفخر وبشموخ. We are building new roads عمالين نبني طرق جديدة bridges كباري
and neighborhoods يعني احياء سكنيه، حي او مجاوره سكنيه. يبقى كلمه neighborhood بمعنى منطقه سكنيه. بنبني كباري، بنبني طرق، بنبني مناطق سكنيه that show the world اللي هي بتظهر للعالم our determination، بتوري للعالم حاجه اسمها our determination يعني عزيمتنا واصرارنا. يبقى determination يعني العزيمه والاصرار. to progress يعني لكي نتقدم، عزيمتنا او اصرارنا على التقدم. from the pyramids من الاهرامات في الماضي وانت جاي اللي هي اهرامات الجيزه to the grand Egyptian museum الى المتحف المصري الكبير اللي هو احدث الصروح المعماريه اللي مصر بنتها حديثا. يبقى من الاهرامات في القدم الى الجراند ايجيبشن ميوزيوم اللي هو المتحف المصري الجديد او المتحف المصري الكبير. we continue ما زلنا مستمرين honor يعني في تكريم وتشريف تاريخنا. يبقى honor كفيرب معناها يكرم او يشرف our history تاريخنا while shaping وفي نفس الوقت بنشكل مستقبلنا. يبقى بنهتم بالتاريخ والمباني التاريخيه وفي نفس الوقت بنشكل المستقبل. we take pride in خلي بالك من شويه كان انا عندي تعبير في اول النص كده اسمه be proud to اهو يعني احنا فخورين بيه. be proud to المصدر يعني احنا بنفتخر بان احنا بنطلق عليها. خلي بالك proud صفه we are proud to، لكن هنا التعبير اسمه take pride in هيديك نفس المعنى اللي هو يفتخر بيه. take pride in هيديك نفس المعنى اللي هو يفتخر بيه. بس خلي بالك كلمة برايد هنا معناها فخر يعني اسم، لكن فوق براود صفة بمعنى فخور. خلي بالك من الملاحظات دي، ولو معاك الكشكول بتاعك طلع فيه الملاحظات دي أول بأول. we take pride in يعني another role كده. take pride in بتساوي be proud to أو be proud of. take pride in بتساوي be proud to أو be proud of. take pride in بيجي وراء اسم أو فعل مضاف له ing. be proud of بيجي وراها اسم او فعل مضاف له ing. be proud to اللي هي جايه في النص بيجي وراها infinitive او الفعل في المصدر. احنا فخورين ببلدنا not only مش بس، وده برضو رابط من الروابط اللي جت في المحاضرات التأسيسية. not only for its beauty مش بس بسبب جمال بلدنا but also ولكن ايضا we understand the sacrifices احنا فاهمين حاجه اسمها sacrifices يعني التضحيات، جاء من الفيرب sacrifice يعني يضحي او اضحيه. احنا فاهمين التضحيات of our ancestor زي ما اتفقنا ancestor يعني فاهمين التضحيات اللي قدمها اسلافنا عشان بلدنا توصل للوضع اللي هي موجوده فيه حاليا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. we work hard يعني احنا بنعمل بجد to make it greater. خلي بالك make مفعول صفه make it يبقى انت كده عايز هنا صفه او فعل في المصدر لنجعلها الصفه دي معناها ايه؟ اعظم. يعني احنا بنعمل بجد عشان نخلي مكانه مصر ايه؟ اعظم. for generations للاجيال اللي جايه. يبقى عندي generations to come يعني الاجيال القادمه. يبقى we work hard احنا بنعمل بجد to make it greater عشان نجعلها اعظم for generations to come. generations to come معناها الأجيال القادمة. طيب every citizen كل مواطن يبقى citizen معناها مواطن has a role to play وقلنا play a role بمعنى يلعب دور. كل مواطن عنده دور لازم يعمله. ايه الدور ده؟ protecting our heritage حماية التراث contributing to والمساهمة في economy يعني الاقتصاد. يبقى كل مواطن عنده دور ان هو يحمي التراث ويساهم في الاقتصاد. and sharing وكمان يشارك الثقافة with the world مع العالم. طيب تعال نروح بعد كده للنص الثاني الموجود على الدرس الثاني في الكتاب المدرسي في صفحة 15. عبارة عن حوار ما بين هوست يعني الشخص المستضيف والضيف بتاعه اللي هو دكتور منى. فالمذيع أو الشخص المستضيف دكتور منى سأل سؤال بيقول welcome back to our story. our story طالما محطوطة بالعلامات تنصيص كده يبقى احنا بنتكلم عن عرض مثلا تلفزيوني أو برنامج في الراديو مثلا. فالهوست بيقول welcome back كأن كان في فاصل مثلا
وراجعين منه اللي هو في بداية الشو يعني أو في بداية العرض. Welcome back to our story. أهلا بيكم مجددا في العرض بتاعنا اللي هو اسمه our story. Today يعني النهاردة we are talking to Dr. منى. We are talking to يعني احنا بنتكلم مع دكتور منى حسن. An archaeologist يعني عالمة آثار. An archaeologist who recently اللي هي مؤخرا أو في الفترة الأخيرة led يعني قادت. يبقى أنا عندي lead يعني يقود، التصريف الثاني منها led اللي هي اللي قدامك دي بمعنى قادت اللي هي قادت. A team يعني فريق to restore لترميم أجزاء the فيلة temple أجزاء من معبد فيلة. دكتور منى thank you for joining us. دكتور منى شكرا على انضمامك لينا. طبعا دكتور منى هترد thank you شكرا ليك. It's a privilege. It's a privilege. ايه الكلمة الجديدة دي؟ شرف أو ميزة. It's a privilege to be here. ده شرف ليا إن أنا معاكم. يبقى عندي كلمة privilege يعني شرف أو شيء يميز الشخص. It's a privilege to be here. فالمذيع على طول Your work on فيلة is a powerful symbol. يعني الشغل اللي انتوا عملتوه في معبد فيلة رمز قوي أو له دلالة كبيرة. Can you tell us ممكن تقول لنا why preserving يبقى عندي كلمة preserve بمعنى يحافظ على أو يحفظ. ليه حماية our heritage اللي هي التراث بتاعنا is so important؟ ليه حماية التراث حاجة مهمة؟ يبقى أنا عندي كلمة طلعت كلمة archaeologist يعني عالم آثار، وطلعت بكلمة restore يرمم، وطلعت بكلمة privilege يعني شرف أو ميزة، وطلعت بكلمة powerful يعني قوي، وطلعت بكلمة symbol يعني رمز، وعندي كلمة preserve بمعنى يحفظ أو يحافظ على الشيء. فممكن تقول لنا بقى ليه الحفاظ على التراث مهم قوي؟ فدكتور منى قالت له of course بالتأكيد when we restore لما نرمم أو نستعيد الهيستوريكال سايت historical يعني تاريخي، لما نرمم أو نستعيد موقع تاريخي we are not just fixing احنا مش بس بنصلح حجارة قديمة اللي هي الأولد ستونز we are reconnecting أنا عندي connect يعني يتصل بيه reconnecting يعني يعيد الاتصال احنا بنعيد الاتصال ب our past يعني ماضينا our ancestor يعني ancestors يعني أسلافنا زي ما اتفقنا اللي هم أجدادنا القدامى يعني أسلافنا left us تركولنا مش تركونا تركولنا rich legacy earth. يبقى أنا عندي كلمة heritage يعني تراث، عندي كلمة legacy يعني earth الحاجة اللي أنت تفتخر بيها. تركولنا earth from the pyramids من الأهرامات to the temples إلى المعابد اللي هي الموجودة في upper Egypt في صعيد مصر. That's heritage. هذا التراث is the core هو الجوهر. كلمة core يعني جوهر أو لب، هو الجوهر أو اللب أو الأصل يعني. يبقى core يعني جوهر أو لب أو حاجة أساسية أو أصلية. هو الجوهر بتاع our national identity. فاكر كلمة identity في ثالثة إعدادي اللي هي الهوية؟ هو جوهر هويتنا الوطنية. يعني دايما مصر الناس بتنظر ليها في الخارج كبلد التراث والآثار. طيب it reminds us التراث ده بيذكرنا remind us of بيفكرنا ب who we are من نحن، نعرف هويتنا where we came from من أين نأتي and the greatness والعظمة we are capable of وقد إيه إحنا قادرين على صنع العظمة. capable of يعني قادر على بتساوي able to. يبقى the greatness we are capable of يعني العظمة اللي إحنا نقدر نقدمها. عارف لما حد يقول لك ده بيعمل عظمة يبقى العظمة اللي إحنا نقدر نعملها. It's a source of immense دي صفة بمعنى شديد أو مركز أو هائل. فيقول لي it's a source مصدر لي immense pride يعني فخر
برايد يعني فخر، وقلنا immense يعني شديد أو هائل، مصدر للفخر الكبير جدا لكل مصري. فالمذيع بيقول لها it sounds like more than a job. الوظيفة بتاعتك دي انت بتتكلمي عنها وكأنها مش مجرد وظيفة، دي حاجة أكبر بكتير من كونها وظيفة. It's a mission، دي مهمة. Why do you think أو what آسف ما إيه في رأيك اللي بتعتقد إن هو ال biggest challenge، يعني أكبر التحديات اللي بتواجه الحفاظ على التراث؟ فدكتور منى قالت له the challenges are many، في تحديات كتيرة. the challenges are many، في تحديات كتيرة جدا. from urban development، urban يعني مدني، المدنية، التطور المدني، to climate change لتغير المناخ. but ولكن perhaps ربما the biggest أكبر تحدي من وجهة نظر دكتور منى is a lake يعني قلة أو نقص. أكبر تحدي من وجهة نظر دكتور منى هي قلة أو نقص الأويرنس اللي هو الوعي بين اليوث اللي هم الشباب. قلة الوعي أو نقص الوعي بين الشباب بمدى أهمية التراث ده. Many young people، العديد من الشباب don't realize، لا يدركوا. realize يعني يدرك أو يفهم، يعني عايزة تقول كده إن الكثير من الشباب مش فاهمين the value، أهمية أو قيمة، مش فاهمين القيمة بتاعت هذه الكنوز. Our job، وظيفتنا is to inspire، هي إن إحنا نلهمهم to make them، عشان نخليهم يشوفوا a 1000-year-old temple، يعني معبد عمره 1000 سنة ليس مجرد tourist attraction، يعني معلم جذب، مش مجرد أثر أو معلم جذب سياحي وخلاص. ده living part، ده كأنه كائن حي أو جزء حي من التاريخ، أو ده جزء حي من قصتنا. اللي يشوفه يعرف القصة بتاعتنا، قصة الأمة دي. We need to encourage them، إحنا محتاجين نشجع الشباب to visit، إن هم يزوروا هذه المواقع التاريخية، to learn عشان يتعلموا عن القصص، and to feel وعشان يشعروا بالconnection، عشان يشعروا بالارتباط بماضيهم أو بتراثهم أو بثقافتهم القديمة. الهوست أو الضيف المذيع آسف that's a great point، يعني دي رأيك رأي عظيم جدا، أو رأي وجهة نظر عظيمة جدا. You are inspiring، أنت بتلهمي الشباب to become، لكي يصبحوا the next generation، الجيل القادم من البروتكتورز اللي هم الحماة. protect يعني يحمي، يبقى protector يعني حماة، اللي هم الأشخاص اللي بيحموا شيء، عشان يصبحوا الجيل القادم من حماة التراث. Thank you for your valuable، شكرا على وقتك القيم أو الثمين، أو شكرا على عملك القيم أو الثمين يا دكتورة منى. طيب بالمرة بقى كده هنقرأ النص الخاص بالدرس الثالث، واحنا متعودين أو زي ما اتفقنا في البداية إن الدرس الثالث بيكون موجود على شكل نص ومش موجود عليه قائمة كلمات في كتاب المعاصر. فاحنا هنقرأ النص ونطلع مع بعض كده الكلمات. طيب long ago، بالمناسبة المحتوى بتاع الوحدة الأولى كله زي ما اتفقنا، سواء كان قراءة النصوص وتحليلها أو شرح الجرامر أو شرح المهارات أو فيديوهات الحل، هتكون متاحة بالكامل مجانا على قناة اليوتيوب. ده بالنسبة للوحدة الأولى. وعندك طول الشهر اللي هو شهر 8 اللي احنا فيه هتكون موجودة برضو على المنصة، والمنصة هتكون مفتوحة بشكل مجاني. طب ايه اللي موجود على المنصة ومش هيكون موجود على قناة اليوتيوب؟ اللي هي بنوك الأسئلة والتقييمات والاختبارات بشكل أسبوعي. يعني على المنصة كل ما نخلص درس ونحل عليه في الكتاب الخارجي هتروح تمتحن عليه امتحان على المنصة عشان تشوف انت مدى التقدم اللي انت احرزته في الدرس ده، وايه اهم النقط اللي انت محتاج تركز عليها. بعد ما نخلص اول وحده ومع انتهاء شهر 8 هتلاقي في فيديوهات معينه بتنزل اللي هي غالبيتها هتكون فيديوهات حل، اما فيديوهات الشرح التفصيلي وتحليل النصوص وتريكات الجرامر والفيديوهات اللي هي الخلاصه اللي بتيجي في الامتحانات، فدي هتلاقيها موجوده على المنصه. طيب هتسالني طب انا هشترك في المنصه دي ازاي؟ او احنا هنشتغل مع بعض ازاي؟ هقول لك في وصف الفيديو ده
هتلاقيني سايب لك اللينكات الخاصه بتحميل التطبيق الخاص بالمنصه. هتحمل التطبيق سواء انت كنت اندرويد او ايفون، هتحمل التطبيق من اللينك الخاص بيك، هتسجل الصف الدراسي والبيانات بتاعتك، وبعدين هتدخل على المنصه، هتحدد الباقه اللي انت عايزها، سواء كانت باقه الترم الاول هتاخد باقه الترم الاول مثلا بالكامل، او هتاخد محاضرات معينه لو انت عايز وحده معينه، وهكذا. طيب تعالى بقى نروح للنص الخاص بالدرس الثالث. بيقول لي long ago يعني منذ زمن بعيد. people lived in ways. هنكتب بقى ترجمه هنا لان مفيش قائمه كلمات، فهنهتم بترجمه النص ده شويه. long ago يعني منذ زمن بعيد. people lived in ways يعني الناس كانت بتعيش بطرق. يبقى عندي كلمه ways يعني بطرق. very different يعني مختلفه كثيرا. خلي بالك different from بمعنى مختلف عن، يبقى different بتاخد حرف الجر from. different from today يعني مختلفه عن الطريقه اللي احنا عايشين بيها في العصر الحالي. they depend on يعني يعتمد على، وده اسمه ظرف بيان حال يعني بيعتمدوا بشكل اساسي. ظرف معناه بشكل اساسي يعني كانوا بيعتمدوا بشكل اساسي على اللاند اللي هي الارض او اليابسه في زراعه المحاصيل. growing crops زراعه المحاصيل. raising هنا بمعنى تربيه الحيوانات. raise بمعنى يجمع او يربي او يزيد، يعني كانوا بيعتمدوا على زراعه المحاصيل، تربيه الحيوانات من اجل البقاء. survival يعني البقاء على قيد الحياه والنجاه. families الاسر. بالمناسبه هتلاقي النص بقى ماشي في اطار الماضي لان موضوع الجرامر في الوحده دي بيتكلم عن الماضي البسيط. الفاميليز الاسر عاشت close to يعني بالقرب من. close to يعني بالقرب من. nature يعني الطبيعه. often using في الغالب كانوا بيستخدموا simple tools ادوات بسيطه and working together وبيعملوا مع بعضهم البعض to produce يعني ينتج. يبقى لكي ينتجوا what they needed اللي هم كانوا محتاجينه في القدم. communities المجتمعات were small المجتمعات كانت صغيرة. traditions التقاليد were passed كانت بتنتقل. passed down يعني تنتقل، يبقى التقاليد كانت بتنتقل through عبر القصص الأغاني and daily practice والأنشطة اليومية أو الممارسات اليومية، فبتنتقل من جيل لجيل ومش محتاجين كتابة ولا محتاجين قانون ولا محتاجين أي حاجة. من خلال المجتمعات الصغيرة كل مجتمع له مجموعة من التقاليد والقصص الخاصة به والأنشطة اليومية. طيب as time moved مع مرور الوقت forward للأمام نحو المستقبل inventions الاختراعات بدأت إن هي change تغير الحياة البشرية. the discovery اكتشاف الكتابة allowed people سمح للناس إن هم يسجلوا المعرفة، فمش كل مرة هيبدأوا من الصفر، هيبنوا على اللي هم عرفوه. يسجلوا المعرفة والتاريخ. the use of metal tools استخدام الأدوات المعدنية made farming خلى الزراعة وbuilding البناء أسهل. great civilizations الحضارات العظيمة rose يعني ازدهرت أو ارتفعت. building cities بناء المدن. temples بناء المعابد. trade routes بناء الطرق التجارية. that connected اللي هي ربطت الديستنت يعني البعيد أو النائي. الديستنت lands يعني تربط الأراضي البعيدة ببعضها البعض. while our ancestors الوقت اللي فيه أسلافنا were struggling بيعانوا أو بيكافحوا من أجل النجاة. their minds عقولهم never stopped thinking عمرها ما توقفت عن التفكير. till progress happened till يعني حتى أو لحد لما حصل التقدم خطوة بخطوة اللي هي step by step. now في عصرنا الحالي أو في وقتنا الحالي life has been much faster الحياة بقت أسرع and more complex ومعقدة أكتر. التكنولوجيا allows us بتسمح لنا إن إحنا communicate نتواصل across the world عبر العالم في ثواني. travel long distances نسافر مسافات بعيدة في خلال ساعات قليلة. and access ونصل للمعلومات within a single click بنقرة واحدة كده على الشاشة. yet ولكن الحكمة اللي هي wisdom and lessons ودروس from long ago اللي هي تعلمناها من زمن بعيد جدا still يعني ما زالت هي اللي بتشكل هويتنا اللي هي who we are. by remembering the past
حافظ على إنك عن طريق تذكرك للماضي and learning وتعلمك منه we can build هنقدر نبني a future مستقبل that respect يحترم الهيستوري اللي هو التاريخ while embracing وفي نفس الوقت while هنا بمعنى في نفس الوقت embracing يعتنق أو يتبنى التقدم كفكر أو عقيدة يعني. تمام؟ طيب كده خلصنا قراءة النصوص اللي هي الخاصة بالدرس الأول والثاني والثالث. تعالى بقى روح لقائمة الكلمات كده، هتبص تلاقي الدنيا بقت سهلة بالنسبة لك، أسهل بكتير جدا من إنك تبدأ بقائمة الكلمات مباشرة كده. فلو بدأنا بالمفردات الرئيسية، وطبعا احنا متفقين إن المفردات الرئيسية دي بتكون هي أهم المفردات اللي هي الامتحان ما بيخرجش منها. فعندي مثلا أول كلمة اسمها civilization. civilization اقرأ معايا بقى كده بالراحة. civilization civilization بمعنى الحضارة. crossroads noun يعني اسم بمعنى ملتقى الطرق أو نقطة التقاطع. crossroads crossroads وهي كلمة بتنتهي بحرف الاس على الرغم من إن هي مفرد. طيب يطلع منها تعبير اسمه crossroads for trade يعني ملتقى طرق التجارة، وكانت مكتوبة في النص كده a crossroads for trade. افتكر بقى الكلمات heritage 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 ممكن heritage وممكن heritage. النطق الأصح طبعا heritage يعني تراث. heritage يعني تراث. identity 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 اللي هي الهوية. merchant 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 يعني تاجر. merchant merchant monument 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 يعني أثر، أو هو هنا بيقول لي أثر اللي هو مفرد آثار اللي هي monuments. يعني الكلمة دي من الكلمات المعدودة في منها المفرد والجمع. neighbor 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 neighborhood neighborhood neighborhood. خلي بالك أنا عندي كلمة neighbor لو أنا وقفت هنا كده يبقى معناها جار، وكلمة hood دي بتضاف تجيب اسم من اسم. neighborhood يعني منطقة سكنية. child يعني طفل. childhood مرحلة الطفولة. طيب preserve preserve يحفظ أو يصون. preserve pride خلي بالك pride noun يعني اسم، أما proud صفة معناها فخور، أما pride معناها الفخر أو الكبرياء. وما تنساش التعبير اللي هو كان جاي في النص take pride in وبعدها اسم أو فعل مضاف له ing، لكن كان عندي be proud ودي قلنا يجي وراها to زائد المصدر أو يجي وراها of وفيرب مضاف له ing أو noun. طيب restore 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 يرمم أو يعيد الشيء إلى حالته الأصلية. trade trade يعني تجارة أو حرفة، هي هنا اسم بمعنى تجارة أو حرفة، وبتيجي كمان verb بمعنى يتاجر. طيب تعال نروح بقى للمفردات المهمة اللي هي بتساعدك في التعامل مع الورقة الامتحانية. يعني مش شرط إن هي تكون موجودة في الاختيارات، بس هتبقى موجودة في السؤال عشان تقدر تترجمها. عندي كلمة ancestor 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 يعني جد أو سلف. ancestor archaeologist 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 يعني عالم آثار. attraction 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 awareness
awareness يعني الوعي. beat beat beaten. وخلي بالك الفعل ده مهم، التصريف الاول ده verb او ده الانفينيتيف، وده الفيرب 1، وده الفيرب 3، ده الفيرب 2 اسف، اللي هو التصريف الثاني المصدر بيت، التصريف الثاني بيت، التصريف الثالث بيتن. يعني التصريف الاول زي التصريف الثاني. bridge bridge capable capable بتاخد حرف الجر of يعني قادر على، ويجي وراها noun او verb مضاف له ing ing يبقى capable of. carve carve challenge challenge citizen 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 contribute 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 to زائد اسم أو فعل مضاف له ing يساهم فيه، بتاخد حرف الجر to بيجي وراه اسم أو فعل مضاف له ing. core اللي هو الجوهر أو الأساس أو اللب زي ما اتفقنا. core culture 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 determination 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 development 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 economy 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 encourage يشجع encourage 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 gather 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 generation 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 grain grain يعني حبوب أو غلال. owner owner يكرم أو يحترم أو noun بمعنى التكريم أو التشريف. greatness greatness harmony harmony تناغم أو انسجام. harmony harmony host اللي هو مقدم البرنامج أو المضيف، يعني الشخص اللي بيستضيف شخص تاني. host immense immense inspiration 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 inspire inspire knowledge knowledge يعني المعرفة. knowledge knowledge lake lead lead يبقى ده على طول التصريف الثاني lead lead. طالما كتب لك تصريفين اتنين بس يبقى الثالث هو كمان lead 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 lead. legacy 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 papyrus papyrus يعني ورق البردي. papyrus papyrus privilege privilege شرف أو امتياز. progress progress يتقدم أو تقدم. progress protector حامي أو مدافع. protector protector reconnect reconnect يعيد التواصل. record يسجل. record يعني يسجل. record يعني سجل. remind 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 sacrifice 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 يضحي أو أضحية أو تضحية. shape shape source source spice spice يعني تابل، يعني الكلمة دي في منها المفرد والجمع. spices يعني التوابل. spice يعني واحد من التوابل أو البهارات. upper Egypt upper Egypt upper Egypt urban urban يعني حضري أو متعلق بالمدنية. urban value value youth youth يعني الشباب. طيب نروح بعد كده لجزء تاني خاص بالكلمات
اللي هو موجود عندي في كتاب المعاصر في صفحه 20، اللي هو بيكلمني عن حاجه اسمها الديفينيشنز او التعريفات. فعندي الكلمه وايه هو تعريف الكلمه دي. وطبعا انت بما انك بدات بقراءه النصوص الاول فهتلاقيك فهمت ايه هو تعريف معظم الكلمات. عندي كلمه كروس رودز، اتفقنا ان ده ملتقى الطرق. فبيقول لي ده place يعني مكان، where يعني حيث، two or more roads طريقين او اكثر بيتقابلوا في المنطقه دي. يعني انا عندي طريق وطريق وطريق، المنطقه اللي هنا دي كده اللي هي اسمها الكروس رودز. فمكان حيث طريق او طريقين او اكثر بيلتقوا فيه. It can also mean، وكمان ممكن الكلمه دي تيجي بمعنى an important meeting point، يعني نقطه التقاء مهمه للناس او للافكار. يعني عايز يقول لي ان الكروس رودز بتستخدم بمعنى نقطه التقاء على الارض على الخريطه، او نقطه التقاء الفكر، او نقطه تجمع الناس. طيب identity يعني الهويه. ايه معنى الهويه؟ الهويه دي اللي هي الكواليتيز، يعني الصفات، والبيليفز المعتقدات، والهيستوري التاريخ. يعني الهويه بتتكلم عن الصفات والمعتقدات والتاريخ، والكالتشر الثقافه that make a person اللي هي بتخلي الشخص او المجموعه او حتى الكونتري الدوله different from. قلنا different from يعني مختلف عن الاخرين. merchant يعني تاجر. مين التاجر ده؟ a person يعني الشخص who buys and sells. buys and sells يبيع ويشتري. طب يبيع ويشتري ايه؟ goods بضائع. especially خاصة as a job، خاصة لو دي وظيفته. neighborhood يعني حي سكني أو منطقة سكنية أو مجاورة. إيه الحي السكني ده؟ areas يعني مناطق. of a town مناطق في المدينة، سواء كانت مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة. where people live يعني بيتجمع أو بيعيش فيها الناس. preserve يعني يحفظ أو يصون. معناها to keep something. keep يعني يحافظ على أو يربي، إنك تحافظ على شيء آمن اللي هي safe. and protect وتحميه. protect يعني يحمي وتحميه من الدمج اللي هو الدمار أو اللص اللي هي الخسارة. يبقى بتحافظ على الشيء وتحميه من الدمار أو الخسارة. طيب عندي كلمة pride اللي هو الفخر أو الكبرياء. ده feeling يعني شعور بالhappiness السعادة، ورespect اللي هو الاحترام، شعور بالسعادة والاحترام اللي هو الفخر، يعني شعور بالسعادة والاحترام because of something بسبب شيء جيد أو important أو شيء مهم. أما proud فproud دي صفة، فالصفة دي معناها feeling pleased شعور بالسعادة، and satisfied يعني تشعر إنك سعيد. pleased يعني سعيد، خلينا نترجم ترجمة دقيقة، شعور إنك سعيد، وراضي اللي هي satisfied because of something بسبب شيء جيد that you أو your country سواء أنت أو دولتك أو شخص آخر has done فعله، فأنت حاسس بالفخر. restore يعني يستعيد أو يرمم، معناها to repair يعني يصلح. old building يعني مبنى قديم أو object يعني شيء قديم مثلا، أو place يعني مكان. and make it وتجعله look as it did before كما كان عليه من قبل. يبقى أنت بتصلح شيء سواء كان مبنى أو شيء أو مكان وتجعله يبدو كما كان عليه من قبل. trade اللي هي التجارة، ده الاكتيفيتي. تجارة ده نشاط، activity يعني نشاط، of buying يعني بيع، أو آسف buying يعني شراء، and selling يعني بيع، أو حتى exchanging التبادل أو مبادلة البضائع. طيب نروح بعد كده لكلمات المرادف والمضاد. وطبعا عايز اقول لك ان الكلمات بتاع المرادف والمضاد هي بتبقى رخمه جدا من اول اولى ثانوي، وصعب عليك قوي انك تحفظها كلها. فاحنا بنقراها قراءه سريعه كده، وبعدين ننزل نركز على الكلمات اللي بتيجي منها في الاسئله. ومع كتر الحل والتدريب عليها يعني ما تقعدش تديها وقت ساعتين وثلاثه واربعه، لا بسرعه كده قراءه سريعه. انت بعد ما قرات النصوص بقت الكلمات اللي بالنسبه لك فوق دي هي كلمات سهله، انت خلاص بقى المذاكره بتاعتك بقت سريعه. بالنسبه للكلمات دي بقى
فانت بتقراها كده قراءه سريعه بتامل كده وبتأني، وبعدين تنزل تطبق على طول، وانت بتحل اطلع بص عليها واختار المرادف بتاعها او المضاد بتاعها. عندي كلمه alive، alive يعني حي او على قيد الحياه، تساوي كلمه living او breathing. alive تساوي living او breathing. carved يعني منحوت، تساوي shaped او cut او engraved او sculpted. shaped او cut او engraved او sculpted. crossroads، crossroads intersection، intersection junction، junction. عندي كلمة harmony اللي هو الانسجام بتساوي coordination، coordination agreement. heritage اللي هو التراث بتساوي legacy، inheritance، legacy inheritance. عندي كلمة identity اللي هي الهوية، المرادف بتاعها يبقى character، character individuality، individuality، individuality. inspire، inspire motivate encourage stimulate. inspire motivate encourage stimulate. monument، monument memorial، memorial، memorial statue، statue. neighborhood، neighborhood area district. preserve، preserve protect conserve keep. protect conserve keep. bride satisfaction، satisfaction dignity، dignity. restore، restore repair renovate، repair renovate. طيب تعالوا نروح للمتضادات بقى. عندي كلمة awareness يعني الوعي، awareness يعني الوعي. ignorance، ignorance unawareness، unawareness. determination، determination. indecision، indecision. hesitation، hesitation. harmony، harmony، harmony يعني تناغم أو انسجام، عكسها conflict، disagreement، conflict disagreement. confusion، confusion. disharmony، disharmony. عندي بعد كده كلمة inspire يعني يلهم أو يحفز، عكسها discourage، discourage. deter، deter. عندي بعد كده كلمة knowledge يعني المعرفة، عكسها ignorance، ignorance. illiteracy، illiteracy. misunderstanding، misunderstanding. unawareness. طيب عندي بعد كده كلمة preserve يعني يحافظ على الشيء أو يصونه، عكسها destroy، damage، harm، neglect. عندي كلمة pride يعني فخر أو اعتزاز أو كبرياء، عكسها shame اللي هو العار. humility، humility التواضع. dishonor يعني الخزي، dishonor. restore، restore المضاد بتاعها damage، ruin، damage، damage، ruin. spoil، damage، ruin، spoil. زي ما اتفقنا بقى بعد ما قرأتهم كده بتركيز، بتنزل تحل الأمثلة اللي جاية عليهم أو الجمل اللي جاية عليهم، وده طبعا هنحله مع بعض في الفيديوهات الخاصة بالحل. بعد كده هتنزل لحاجة تانية خاصة في أو حاجة تانية في الكلمات اسمها الكاليكيشنز أو الفيربال كاليكيشنز اللي هي المتلازمات اللفظية. يعني إيه متلازمات لفظية؟ يعني إحنا بنقرأ النص كده لقينا كلمات مثلا they take pride in أهي take pride in، يعني كلمة pride لما تلاقيها بيبقى متلازم معاها فعل اسمه take. لقينا كلمة اسمها face challenges، face challenges يواجه التحديات.
fall asleep يغفو fall asleep. feel the connection يشعر بالرابط أو يشعر بالصلة. feel pride feel proud feel pride feel proud. إيه ده؟ يعني كلمة pride ممكن تاخد take وممكن تاخد feel. أيوه، بس خلي بالك feel الفعل feel بيتبع بإيه؟ بصفة. يعني المفروض feel تدور الأول على proud. طب امتى تاخد pride؟ لما اقول لك مثلا feel great pride يعني يشعر بفخر عظيم، يعني هتلاقي النون مسبوق بصفه. بس طالما في feel وبعدها صفه خلاص هتاخد الصفه اللي هي proud. honor history يعني ندي للتاريخ حقه. leave a legacy play a role preserve heritage take pride. روح بعد كده لحاجه اسمها التعبيرات وحروف الجر. عندي beat for thousands of years يعني ينبض لآلاف السنين. for والمده الزمنيه وفي النص هتلاقي قبلها زمن اسمه المضارع الثاني. ده كتعبير على بعضه كده. beat for thousands of years يعني ينبض لآلاف من السنوات. carry its past with it يعني يحمل ماضيه معه. for generations to come قلنا من التعبيرات المهمة جدا generations to come الأجيال القادمة. honor our history while shaping our future معناها نكرم تاريخنا وفي نفس الوقت نشكل مستقبل. lake of awareness meet in harmony stand with pride. That's a great point. يعني هذه نقطة مهمة جدا. طيب بعد كده بيقول لي فعل مرتبط بإيه؟ بحرف جر. فعندي carve into يبقى الفعل carve معناه ينقش بياخد حرف الجر into. contribute to كتبنا ملاحظة مهمة عليها واحنا بنقراها اللي بيجي وراها to واسم أو فعل مضاف له ing. contribute to اسم أو فعل مضاف له ing. encourage مفعول to يعني بيشجع المفعول أن يفعل كذا. reconnect with يعني يعيد الاتصال به أو يعيد التواصل معه. share شيء with شخص يعني يشارك شيء مع شخص. welcome back to يعني برحب بعودة الشخص مجددا. طيب سؤال المشتقات احنا كان عندنا في اعدادي حاجه اسمها suffix والprefix اللي هي البادئه واللاحقه. هنا من اول اولى ثانوي بيبدا يجيبها لي على شكل حاجه اسمها المشتقات اللي هو عندي كلمه وبضيف لها suffix معينه فبتتحول مثلا من صفه الى اسم او تتحول من اسم الى صفه او تتحول الى فعل وهكذا. طيب عندي كلمه heritage يعني تراث وعندي كلمه inherit يعني يرث. طيب inherit دي ممكن اشتق منها كلمتين اتنين اللي هما inheritance و inherited. خلي بالك ال ANCE يبقى نهاية اسم لكن ال ED نهاية ايه؟ صفة. فأنا وأنا بحل الجملة بشوف أنا محتاج اسم ولا محتاج صفة وبناء عليه بختار. يعني عندي مثلا inherit كفعل يعني أنا أقرأ لك منهم شوية وأنت هتمشي مع الباقي أنت تفهمه مع نفسك كده. عندي كلمة heritage مفيش منها مشتقات هنا. هو بيقول لي كلمة heritage بتساوي كلمة أو heritage معناها تراث. عندي كلمة heritage معناها تراث. We should protect our heritage. our صفة ملكية يبقى بيجي وراها اسم. الاسم اللي هو كلمة heritage. طب الفعل بقى اللي معناه يرث اسمه إيه؟ اسمه inherit. فاجي أقول لك كده we inherit يعني نحن نرث. الجملة بدأت بحاجة اسمها subject يعني فاعل يبقى أنت محتاج بعده verb. فما تقولش we heritage ما تقولش نحن تراث. احنا بنقول نحن نرث يبقى we inherit الفعل بعده فعل نرث ثقافتنا من الأجيال السابقة. طب لو انت عايز تقول بقى الميراث او الارث كاسم احنا عندنا كلمه heritage وعندنا كلمه كمان اسمها inheritance يبقى our culture is a valuable. اداه النكره دي يعني انت محتاج هنا اسم. طب الاسم اللي هو ايه؟ يا اما heritage يا اما inheritance. يبقى our culture is a valuable inheritance from the past يعني ثقافتنا
هي ميراث valuable يعني قيم او نفيس من الماضي. طيب inherited صفه، والصفه هتبقى محتاجه قبلها اسم، يبقى our culture يعني ثقافتنا. عايز اقول بقى ثقافتنا الموروثه، يبقى انت عايز صفه يبقى our inherited culture. طيب تعال نروح لكلمه ثانيه اسمها identify، ده فعل بمعنى يحدد. لما اجي كده الاقي الجمله بدات بالسبجكت اللي هو الفاعل، وبعدين الموديل فيرب اللي هو كان يجي وراه فيرب انفينيتيف، يبقى لازم تحط هنا فعل في المصدر، يبقى we can identify. يعني احنا نقدر نتعرف على مصر through its history من خلال تاريخها. طيب لو عايز تجيب الاسم من identify هيبقى اسمه identity يعني الهويه، فتلاقي history is part of our دي صفه ملكيه، يبقى انت محتاج بعدها اسم. يبقى عايز اقول كده ان التاريخ جزء من هويتنا الوطنيه، يبقى our identity او our national identity. طيب عندي كلمه identification يعني تعريف او تحديد للشخص، ملوش علاقه بالهويه. فاقول لك كده تعريف او معرفه، خلينا نقولها كده، التعرف على الشيء او معرفته. فاقول دي identification يعني التعرف على تاريخنا، يساعدنا ان احنا نفهم ourselves يعني نفهم انفسنا. هكذا بقى هتمشي مع كل المشتقات دي عشان تشوف امتى بنستخدم اسم، امتى بنستخدم فعل، امتى بنستخدم صفه، وهكذا. بعد كده في عندي حاجه اسمها، لاحظ الفرق تاني، clear the confusion. خلي بالك ان انت عارف ان في حاجه اسمها be able to، وضيف عليها النهارده حاجه اسمها be capable of. الاثنين هيدوك معنى قادر على، بس be able to يجي وراها الفعل فيه المصدر، اما be capable of تحط وراها اسم او gerund. gerund دي لما تشوفها في اي كتاب معناها فعل مضاف له ing. she is able to solve، يبقى she is capable of solving، يعني لو انت هتحط الفعل solve هنا يبقى solving the problem. she is capable of solving the problem. she is able to solve the problem. خلي بالك في حاجه اسمها agree on او about او to او with. فيقول لي عندك agree on او about يجي وراها اسم، معناها انت موافق حوالين شيء معين. يعني they agreed on the price يعني كان في اتفاق على السعر، ما كانش في اختلاف. they agreed on the price ممكن تبقى agreed on وممكن تبقى agreed about. طب لو انت هتجيب بعدها فعل في المصدر، عايز اقول ان هي وافقت ان هي تساعدني، يبقى she agreed to help. طب لو عايز تقول يتفق مع شخص يبقى agree with الشخص، يبقى انت عندك agree on و about يتفق على فكره او موضوع ما. agree to المصدر يعني يوافق ان يفعل كذا، agree with يجي وراه شخص بمعنى يتفق مع الشخص. ما تنساش ان along معناها بطول، اما across معناها عبر، ودول الاثنين بيستخدموا ك preposition يعني حرف جر، وادفيرب يعني ظرف. الكلمتين الاثنين تستخدمهم كحرف جر او كادفيرب يعني ظرف. فاقول مثلا احنا بنمشي بطول النهر مش عبر النهر، احنا نمشي بطول الشط بتاع النهر. بس لما نيجي مثلا في الصحراء هنمشي جنبها بطولها ولا هنعبرها؟ هنعبرها، يبقى she ran across the street يعني هي عبرت الشارع مثلا. وعندك في النص ان التجار traveled يعني سافروا along the Nile بطول نهر النيل across the desert يعني عبر الصحراء. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي بقى بقيه التعبيرات، عندي مثلا be proud to دي قلنا عليها واحنا بنقرا النصوص، بيجي وراها الفعل في المصدر. تساوي be proud of بس دي بيجي وراها اسم او فعل مضاف له ing. بيساوي take pride in بيجي وراها اسم او فعل مضاف له ing، ده اتشرح واحنا بنقرا النص. من التعبيرات المهمه go shopping do the shopping. الفرق هنا وجود اداه التحديد. خلي بالك go shopping يعني يذهب للتسوق، وهي جو عموما بيجي وراها النشاط المنتهي ب ing بدون اي اداه تحديد. go shopping go fishing go scuba diving go snorkeling. تمام؟ بمعنى يقوم بالنشاط ده او يذهب للقيام بالنشاط. لكن لو انت هتحط قبل النشاط المنتهي ب ing do او اسف اداه التحديد اللي هي ده، ففي الحاله دي بيجي قبله الفعل do. فنقدر نقول كده go shopping do the shopping go shopping do the shopping. هكذا بقى الباقي ده هتقرا بس ملاحظات كده، مجرد ملاحظات مش اكتر يعني، اضافه للثروات او الثروه اللغويه الموجوده عندك. طيب كده احنا انتهينا من كل الاجزاء اللي هي الخاصه بالكلمات الخاصه بالدرس الاول والثاني. قرانا النصوص، حللناها، طلعنا اهم المعلومات اللي فيها، قرانا الكلمات زي ما اتفقنا. ده اول فيديو. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله
هيبقى شرح الجرامر، والفيديو اللي بعده هيبقى النصوص بتاع الدرس الرابع والخامس وتحليلها وقراءه الكلمات الخاصه بتاعتها، والفيديو الاخير الخاص بالوحده اللي هو الفيديو الرابع هيكون فيه شرح جزئيه المهارات زي ما اتفقنا. عايزك بقى تنظم نفسك كده، عود نفسك على طريقه المذاكره بالطريقه دي كده. ما تقعدش تجيب قائمه كلمات وتجيب كشكول وتقعد تكتب لي الكلمات وتمشي من السطر لاخره زي ما انت كنت متعود كده في اعدادي. لا، الموضوع ده هيبقى صعب عليك جدا في سنه. بنذاكر الكلمات ازاي؟ بنجيب النص، بنشوف موضوع الوحده بيتكلم عن ايه، نحاول نترجم النص ونمشي معاه واحده واحده كده، وده هيساعدك جدا في الامتحان، هيساعدك انك تحل سؤال القطعه والاسئله المتعلقه بالمهارات. اقرا النص، افهم افكاره، شوف التعبيرات اللي موجوده فيه، وبعد كده ابقى ارجع للكلمات اتسلى معاها واحده واحده كده، واول ما تخلصها روح حل عليها، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك بسيطه وسهله بامر الله. حاول بالطريقه دي كده، وان شاء الله احنا مكملين مع بعض زي ما اتفقنا. ولو في عندك اي مشكله او واجهتك اي صعوبه اكتب لنا في التعليقات.